السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. تعالوا بقى اشوفوا النهارده انا عامله ايه. نزلت السوق طبعا اول امبارح وجبت بقى حاجه المحشي دي. انا عايزه اقول لكم انا بقالي يومين بعمل فيه، علشان انا الحمد لله كان عندي دور برد شديد. ففي يوم كده عورته وسلقت الكرنب وقطعته. اليوم التاني صحيت بقى سبكت، وبالليل طبعا حشيته وبيت طبعا الحلل دي في التلاجة. تاني يوم صحيت ايه، يا دوبك كده سويته. كنت طبعا غاسله الفراخ قبلها ومتبلاها، ويا دوبك حطيتها في الفرن. وقلنا هنا نسقي بقى ايه المحشي مع بعضينا. وعايزه اقول لكم انا تقريبا كده بقالي فعلا الصيف كله ما عملتش محشي، ممكن يكون مرة واحدة بس. فأنا بعمله كتير 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 في الشتاء. هو طبعا أكلة شتوية بتدفي جدا، فكان بالنسبة النهاردة اليوم عندي لولادي عيد، علشان أنا طبعا بقالي فترة كبيرة ما عملتش المحشي. فالحمد لله كان والله العظيم بجد النهاردة من أجمل محشي عملته فعلا. حاسة النهاردة بجد إن أنا ايه تفوقت على نفسي فيه في طعمه. بصوا بصراحة مع تتبيلة الفراخ، انا عاملة طبعا معاكم التتبيلة قبل كده، وزي ما احنا ما عارفين ان الفراخ ليها كذا تتبيلة. انتي بتتبليها بالطريقة اللي تريحك واللي انتي بترتاحي لها وبتديكي نتيجة كويسة. بس علشان بقى تتبلي الفراخ تبليها يا ريت قبلها بيوم، بتشرب من التتبيلة احسن. بس كده سقينا مع بعض المحشي وهنبدأ ان هنولع عليه. طبعا عيالي جم من المدرسة وقلت بقى ايه، غيروا ونزلت دروس. قلت بقى عقبال ما يجوا من الدرس يكون المحشي استوى، ويا دوبك بقى هما هيبدأوا ييجوا يكون المحشي ايه، ابتدى يتشرب كده. وانا متابعاهم بالتليفون وهم راجعين، احنا يا ماما خلاص جاي راكبين وجايين، علشان هم بيجوا من المدرسة على الدروس على طول. فصعب ان هم يستنوا كتير بقى وان انا اقول لهم اصبروا لما اخلص. لا انا طبعا متابعهم بالتليفون. مجرد ما يخشوا كده بنغير هدومنا ونحط الغدا ونتغدى مع بعضينا. وزي ما انتم ما شايفين المحشي والفراخ شكلها وريحتها وكمان طعمها تحفة. ايه رأيكم بقى؟ ونكون كده خلصنا مع بعض الفيديو. ولو وصلتي معايا لهنا يا ريت ما تنسيش تحط اللايك. ولو انت جديدة معايا كده واول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي معايا في القناة. واستنوني حبايبي في فيديو جديد واشوفكم بخير والسلام.